اضطر الناخب الوطني وليد الركراكي من اسقاط اسم اللاعب سليم املاح من اللائحه النهائيه للمنتخب الوطني لكره القدم، واللي كيستعد الاعلان عنها يوم 16 مارس الجاري في ندوه صحفيه تمهيدا لانطلاق معسكر الاعدادي للاسود في يوم 20 من هذا الشهر ذاته في مركب محمد السادس لكره القدم بالمعموره ضواحي مدينه سلا. وجاء استبعاد سليم املاح اللي كيتعتبر من العناصر الاساسيه في تشكيله النخبه الوطنيه منذ تعيين الركراكي ناخبا وطنيا خلفا لواحد خليل وزيتش، بعد ما اعلن بلد الوالد الاسباني اللي كيلعب فيه الدولي المغربي سليم املاح عن اصابه هذا الاخير بتمزق عضلي اللي كيغيب عن الملاعب لمده كتراوح ما بين اسبوعين وثلاثه. وتواصل الدكتور عبد الرزاق الهيفتي طبيب النخبه الوطنيه مع الطاقم الطبي للفريق بلد الوالد من اجل طلب تقرير طبي كامل عن حاله اللاعب، واللي غيتاكد بذلك غيابه عن المعسكر الاعدادي المقبل للاسود، واللي غادي يتخلل خوض مباراتين وديتين على التوالي ضد منتخب البرازيل والبيرو استعدادا لكاس افريقيا الاتي. وغيتخوف الناخب الوطني وليد الركراكي من تسجيل المزيد من الاصابات في صفوف عناصر اللي كيعول عليها في المباراتين ضد البرازيل والبيرو، بحيث كلف دكتور الهيفتي بمتابعه حالة صحيه للاعبين وامداده بالتقارير عن الكل.